عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. بيان المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني المصري بشأن قرار المكتب السياسي باستمرار النائب محمد خالد القاضي رئيسا للحزب حتى عام 2030 في إطار تعزيز القيادة المستدامة والالتزام بالاستراتيجية الوطنية لحزب التحالف الوطني المصري. يعلن المكتب السياسي للحزب عن قراره بتكليف النائب محمد خالد القاضي رئيسا للحزب حتى عام 2030، وقد تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع خلال الاجتماع الذي حضره جميع الأعضاء البارزين في المكتب السياسي والذي يمثلون مختلف المحافظات والقطاعات. الالتزام القانوني. يؤكد المكتب السياسي في هذا البيان أن النائب محمد خالد القاضي يعد الرئيس الشرعي للحزب وفقا لما نص عليه القانون المعمول به، وقد تم اختار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا القرار مما يضمن الالتزام بكافة الإجراءات القانونية. وعليه فإن أي قرار أو إجراء يتعلق بتغيير القيادة أو توجيه أي عمل حزبي يجب أن يتم وفقا لهذا الإطار القانوني في ظل التنسيق مع اللجنة المعنية. الشخصيات البارزة الحاضرة. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم اللواء صبحي محمد عثمان أمين عام محافظة أسوان، اللواء محمد أشرف قبيل أمين تنظيم محافظة القاهرة الكبرى، اللواء شوقي الحكيم أمين مساعد محافظة الشرقية، اللواء إبراهيم السيد محمد أمين عام محافظة الغربية، اللواء محمود العقيلي أمين عام لجنة فض المنازعات بالقاهرة، اللواء صلاح عبد العاطي أمين عام محافظة الإسماعيلية، أمين عام قطاع الصعيد العميد محمد شرارة أمين عام محافظة القاهرة الكبرى، الدكتور عماد الدوبيني أمين مساعد محافظة القاهرة، المستشار عاصم محمد السيد الأنصاري أمين مساعد محافظة الجيزة، الدكتور جمال الدين عبد الستار أمين عام محافظة أسيوط، السيد محمد اليماني محمد علي أمين عام أنشطة التنظيم بالإسماعيلية، المستشار أمين عبده أمين عام مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، المستشار محمد جلال محمد بركات رئيس الشؤون القانونية للجنة العليا، الأستاذ محمد عطية أمين عام محافظة الشرقية، العميد محمد دويدار أمين عام محافظة القليوبية. في الختام، إن قرار المكتب السياسي يعكس الثقة الكبيرة في القيادة الحكيمة للنائب محمد خالد القاضي، ويؤكد على استمرارية الحزب في تقديم رؤية وطنية قوية ومستقبلا مشرق لمصر. نؤكد على التزامنا الكامل بالقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية في مصر، ونعمل بجد لتحقيق الأهداف المرسومة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.